السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون عن التجارة الإلكترونية. لو حابب تبتدي أو تبدأ في التجارة الإلكترونية، قبل ما تبدأ لازم في الأول تعرف يعني إيه تجارة إلكترونية. ببساطة كده التجارة الإلكترونية يعني إنك بتبيع أو بتشتري خدمة أو منتج عن طريق الإنترنت، بدل ما تشتري من المحلات التقليدية أو المحلات اللي على أرض الواقع. يعني أي حاجة بتتباع أو بتتباع على الإنترنت أو بتشترى، دي اسمها تجارة إلكترونية. يعني مثلا لو تشتري أو بتشتري موبايل من موقع أونلاين، أو بتبيع ملابس على فيسبوك أو انستجرام، أو حد بيبيع كورسات أو خدمات زي مثلا التصميم أو الكتابة أو التسويق من خلال الإنترنت، دي اسمها تجارة إلكترونية. التجارة الإلكترونية أربع حاجات أو بتتقسم لأربع أقسام. رقم واحد إنك بتبيع منتج ملموس، زي مثلا الملابس أو الإكسسوارات أو الإلكترونيات، دي منتجات ملموسة. رقم اتنين إنك بتبيع منتج رقمي، زي مثلا كورسات أو كتب PDF أو اشتراكات مدفوعة للمنصات. رقم ثلاثة زي مثلا الخدمات، خدمات زي إيه؟ زي مثلا خدمة التسويق، خدمة التصميم، خدمة البرمجة، دي كلها اسمها تجارة إلكترونية. رقم أربعة زي التسويق بالعمولة، وإن شاء الله هسيب لكم رابط فيديوهات شارحها عندي على القناة. فيديوهات شارح فيها منصات ازاي او منصات تبتدي معاها في مجال الدروب شيبينج او التسويق بالعمولة. يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنانا ان شاء الله في كل جديد. رقم أربعة التسويق بالعمولة ده، أو إن هو أو يعني إيه تسويق بالعمولة؟ إنك بتسوق منتج بس ما مش بتاعك، يعني المنتج مش عندك، انت بتسوق للمنتج ده وبتاخد فرق الربح للمنتج. يعني مثلا بتتواصل مع الشركة او التاجر، هيقول لك المنتج ده هتبيعه مثلا ب110، انت بقى وشطارتك لو بعته ب150، ال110 دي للتاجر، وال40 دي العمولة بتاعتك او المكسب بتاعك. طيب، مميزات او ايه فوائد او ليه التجارة الإلكترونية من المجالات المربحة والمجالات السهلة؟ إنك ممكن تبدأ برأس مال قليل، أو ممكن تبدأ من غير رأس مال، زي مثلا التسويق بالعمولة. رقم اتنين إنك ممكن تشتغل من البيت، وده اللي الكل بيدور عليه النهاردة، إنه عايز يعمل دخل من البيت أو إزاي يشتغل من البيت. تقدر تبتدي من البيت من خلال التجارة الإلكترونية. رقم ثلاثة إنك ممكن أو بتوصل للعملاء من أي مكان على أو في أي مكان. يعني تقدر توصل للعميل بتاعك من أي مكان أنت فيه، والعميل بتاعك في أي مكان هو فيه. رقم أربعة أرباحها أو الأرباح بتاع التجارة الإلكترونية بتكون أرباح قابلة للتوسع. يعني لما بتبني البيزنس بتاعك أو البراند الشخصي بتاعك، تقدر بعد كده لما بتبتدي من الصفر، تقدر بعد كده تتوسع وتكبر تجارتك مع مرور الوقت. يعني مثلا زي منصة أمازون أو منصة جوميا أو نون، دي كلها منصات بتشتغل في التجارة الإلكترونية. أو حتى لو عندك صفحة على فيسبوك بتبيع منها أو بتبيع عليها ملابس أو إلكترونيات أو أي حاجة بتسوق عليها وبتبيع من خلالها، دي اسمها تجارة إلكترونية. يا ريت لو استفدت في فيديو النهاردة ما تنساش اللايك والاشتراك.